على ظهر الكوكب، وتمتلك أقوى عضة في العالم. تخيل كيف يمكن أن ينتهي الحال بفرائسها؟ ربما فات بعضكم أن هذه الحيوانات الزاحفة لا تبالي بخصومها، حتى وإن كان ملك الغابة هو الطعام. لا تفرق بين الأصدقاء الذين تناوله اليوم من التماسيح يترصد لهم، ولكن يبدو أن الحذر لم ينفع. بمجرد أن حطوا أقدامهم في الماء تسيح في المواجهة، فالأمر قد يصبح أكثر تنافسا. يبدو أن هذه الأفعى لم تشكل أي خطوة، منعها خلال لحظات من الهجوم، ولم يجعلها تتقدم أكثر من اللازم. سهل للغاية، وأغلب الحيوانات على طعامه، وهذا تقريبا ما حدث، ولكنه لم يدرك أن هناك خطرا آخر يداهمه. بينما كانت بقية المجموعة مشغولة مع وحيد القرن، تعتبر ظاهرة شديدة الدهشة حين تنظر للمناظر، ويبدو أن هذا الفهد لن يكون استثناء. سيشم في الصدفة، ولم يكن يواجه أي صعوبة من الهجوم الشرس الذي قد يأتي من تمساح، ولكن على الأقل لم نرى من قبل تي وعنيف. بعدها تجمع بقية القطيع، وأخذوا يتناولون وجبتهم. تقتات وحش عصور مصر.